السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وفي صحة جيدة يا رب. وصفتنا نهار اليوم صابلي نيسلي بعدة اشكال وعدة اذواق. يعني انا الوصفة تاع نهار اليوم درتها لكم سبيسيال تلبية لرغبة واحدة الاخت كانت طلبت مني الوصفة. انا هذه الوصفة صدقوني نعتمد عليها بزاف. يعني عندي هذه الوصفة هي لا باز تاعي تاع لي صابلي. راحين نشوفوا الوصفه تاعنا ونشوفوا المكونات تاع الوصفات تاعنا ايطاب باغ ايطاب. هنا عندي 500 غرام مارغرين. البنات انا هنايا هذه طلبيه، يعني نتوما تحبوا ديروا 200 غرام، تحبوا ديروا 125 غرام، دائما نقصوا المقادير برك. هنايا في 500 غرام خرجت لي حوالي 65 حبه، يعني 65 حبه فيني. خلينا من هذوك الحبات اللي تكسروا يتو، مع كاس تاع سكر كلاصي. راح نخلط هاد المكونات مع بعض مليح. انا هنا راح نستعمل اليد برك. هنا درت 2 بيضات كاملين مع وحده صفار. راح ندير صفر الحبه تاع البيض اللي بقات لي، ونبدا نخلط هاد المكونات. انا هنا البنات راح نستعمل غير بيدي، وانتم تحبوا تستعملوا الفوي ولا تستعملوا الباتور، يعني لكم الاختيار في ذلك. فضلت اني نخدم بيدي. البنات انا هاد الوصفه صراحه تعجبني بزاف، واللي تحب تضيف نكهه النيسلي يعني اللي صابلي تاعها تضيف نكهه النيسلي. وبما انه عجبتني الوصفه حبيت نبارطاجيها معكم. هذه الوصفه سهله بسيطه، مكونات متواجده في كل بيت. ضفت على الخليط تاعنا نصف كاس تاع مايزينا اللي هو نشا، ما يعادل 3 مغارف عفوا. يعني ديري 3 مغارف نشا ولا ديري نصف كاس نشا، يعني نفس الشيء. نبدا نطم لاباط ديالي مباشره بعد ما نضيف لها نشا، نحركها شويه ونبدا نضيفها مباشره. هنا البنات انا ما استعملتش خميره الحلويات. نطم لاباط ديالي. هنا البنات في الكيلو تاع الفرينة عفوا فيه 6 كيسان، يعني راح تدي حوالي 5 كيسان ولا 5 كيسان ونص في 500 غرام تاع مارغرين. كما راكم تشوفوا لاباط ديالي كيفاش جات ما شاء الله عليها، ما جاتش تلصق في اليد وما جاتش يعني يابسه. هذه هي لاباط تاع صابلي اللي نعتمد عليها انا تقريبا في جميع الوصفات تاع لي صابلي. يعني صراحه هذه الوصفه من اروع ما يكون، بسيطه ما فيهاش مكونات بزاف وما راهيش راح تكلفك، خاصه البنات اللي يحبوا يخدموا المشاريع. هذه الوصفه راح تنجح عليك بزاف وراح دير لك كميه لاباس بها. هنا نحل كميه من لاباط تاعي وراح نشكل كما قلت لكم في الاول. قلت لكم راح نديرها بعده تشكيلات وعده نكهات. البنات اللي عجبتكم وصفتنا تاع نهار اليوم ما تنسوش الاشتراك في القناه وفعلوا الجرس هكا باش يوصلكم كل جديد نحطوه في القناه. واللي مازال ما اشتركتش معنا نتمنى تدخل لقناتنا المتواضعه وتكبرها وتكبر بكم القناه ان شاء الله. وما تنساوناش لجام فضلا وليس امرا، يعني والله مجهوداتنا ما تستاهلش حتى هذاك الجام. كما راكم تشوفوا هنا البنات الحجم تاع الحبه تاعي 0.5 ملم. بما انه حنا ما درناش خميره تاع الحلوى راح ندير لاباط تاعي شويه طالعه. لو كان درنا لها خميره ما تكونش خشينه كامل هكا. ولا عجبتكم ثاني الوصفه ما تنساوش تبارطاجيوها مع صحاباتكم وحباباتكم هكا باش تكبر القناه وتكبر بكم ان شاء الله. كما راكم تشوفوا البنات انايا كنت العجينه اللي كانت بقات لي ما عاودش رجعتها مع العجينه الاولى. هذه لاستيس تاع لي صابلي باش ما تخرجلكش مشقه من الفوق، باش تجيك نتيجه ما شاء الله عليها. دائما لاباط اللي تبقى لك ضيفي عليها كميه تاع العجين من العجينه اللي كنتي تخدمي بها وخدمي بها عادي، يعني حليها ما تعجنيهاش، حليها برك من بعد تبداي مباشره في لاباط ديالك. هنا الشكل الثاني عفوا هنا درت لاباط تاعي وحليتها. انا حليتها بهذاك
لادوي لانه لادوي هذاك ساعدني بزاف بزاف في الحجم تاع الفتحه تاع لي صابلي تاعي. انا فضلت اني ندير بهذه الطريقه. كما راكم تشوفوا البنات هنا لي صابلي تاعي كيفاش جات. هاوليك الشكل الثاني انا اللي اخترته معكم، راهو طوندونس بزاف هذا الشكل، راه داير ضجه كبيره صراحه في مواقع التواصل الاجتماعي. كما راكم تشوفوا البنات يعني لاباط راهي تنطق على نفسها، ما كان له نشكرها لكم بزاف. هنا اول طريقه تاع تزيين البنات، جبت سكر كلاصي، جبت ورقه، اي ورقه عندك، حطي 2 حبات ولا 3 يعني على حسب الطول تاع الورقه. جيبي صفايه عمريها بشويه سكر كلاص، يعني تزيين جد بسيط بصح راح يعطيك عفوا في الاخير شكل بزاف بزاف شباب وراقي. يعني اشكال دي فوات حنا يعني نضخموا الامور على نفسنا صراحه. نضيف تزيينات جد بسيطه راح يعطيك قاطو بزاف شباب. كما راكم تشوفوا هنايا البنات اول يعني شكل انا درته. هنا راح نجيب النسلي، انا استعملت النسلي كراميل صراحه، عطى الصابلي تاعي بزاف نكهه سبيسيال، يعني صراحه النكهه هذه ما تندموش عليها. انا هنا ما بانليش الفيديو عفوا، انا كان حسب لي راه يبان الصوره، مي هنايا دهنت لو بوغ تاع الحلوه تاعي اللي كانت بقات لي، النص دهنته بالسكر والنص دهنته بالنسلي كما راكم تشوفوا. درت له كاوكاو افيلي، طبقه من الكاوكاو افيلي. انا يعني حبيت الحبات تاع الكاوكاو افيلي ولا اللوز افيلي، يعني واش راه متوفر عندك في البيت تكون كامله ما تكونش مكسره باش يعطيك تزيين نهائي. صراحه انا خدمت كلش كلاسيك، يعني ما خدمت لا بلي بوش لا بحتى حاجه، درت كل حاجه يعني تبعت على حساب. كاين ناس بزاف ما عندهمش يعني لي مويان، ماشي اوبليجي تخدمي بلا بوش، ماشي اوبليجي، يعني الحاجه كي تحبيها تخرج لك شابه تخرج لك شابه، حتى ولو كانت تخدمي باشياء بسيطه. هنا استعملت تزيين تاع الشوكولا وخدمت بهذا المول، زينت به، درت هذه الورده اللي كبيره شويه واستعملت الورده الصغيره. يعني فضلت اني ندير 2 اشكال في شكل واحد. بالنسبه لهذا الصابلي البنات، هذا النوع تاع الصابلي عفوا، كنت حكمته كلاصي عفوا من الداخل، عمرته بالنسلي وبديت نكلاصي الحلوه تاعي بهذه الطريقه. يعني بالنسبه للكلاصاج تاع الشوكولا البنات كيما نعرفوه كامل كلاصاج، درت 200 غرام تاع الشوكولا عفوا، ضفت عليها 3 مغارف حتى 4 مغارف تاع زيت. كي تعرفوا الشوكولا تاعكم دابت مليحه حبسوا يعني متحرك تاعها باش ما يروح لهاش هذاك لابريونس تاع الشوكولا تاعنا. هنا نحيت هذوك الزوائد تاع الحبات تاع الشوكولا تاعي اللي كنت خدمتهم بمول سيليكون. من بعد راح نحطهم يعني تشكيل جد بسيط، ما استعملتش ني ناكخيني حتى حاجه، مي جا شكلها بزاف شباب وجات بنا ما شاء الله عليها. في الاخير استعملت هذا الشكل تاع القلب. انا الشكل تاع القلب كنت استعملته بنكهه الكابريس. علاش قلت لكم درت هنا عده نكهات في الصابلي تاعي، درت نكهه النسلي، نكهه المعجون تاع الفريزه، ودرت معاكم نكهه الكابريس كما راكم تشوفوا. يعني كل شكل عطيت له نكهه، وعمرته في الوسط تاعو تاني بكريمه الكابريس، وراح نشوفوه مع بعض بعد ما يجهز لنا ان شاء الله. كما شفنا في الاول تاع الفيديو كي قسمت معكم الحبه، صدقوني جا بزاف هايل. انا ما قدرتش نقسم معكم من كل نوع، علاش؟ لانه هذه كانت طلبيه عفوا، وجاوني الحبات يعني جوست، ما قدرتش نقسم اكثر من حبه واحده. ونوري لكم الطرق تاع كل حبه كيفاش جات من الداخل. معليش البنات ليسونسيال الا جربتوا الوصفه ما تنسوناش بتعليقاتكم الزينين وتعليقاتكم الشابين. ان شاء الله وصفتنا تاع اليوم تنال اعجابكم. نقول لكم نتمنى لكم فرجه ممتعه، نتمنى لكم السعاده في حياتكم ان شاء الله، وربي يهنيكم ان شاء الله. بما انه الدخول المدرسي راه قرب، وجدوا روحكم يا الامهات، حزموا وزيدوا تحزموا، خاصه اللي عندها اولادها يجوزوا هذا العام البيام والباك. ان شاء الله ربي يوفق الجميع ان شاء الله يا ربي.
نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه حبيباتي الغاليات. نتلاقى إن شاء الله في وصفة أخرى مع وصفات من مطبخي، نختمها بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. هذه هي تشكيلة الحلوى تاعنا تاع اليوم. نتلاقى في وصفة أخرى إن شاء الله. سلام.